سي بسام، كيفاش كتشوفوا اليوم الجاميزيات ديال البطوله الاولى على مستوى مدينه مراكش والنتائج اللي محققه اليوم؟ ايوا البطوله الوطنيه للجيمناز رياض الاول اللي تتنظم مدينه مراكش ويدخل في اطار البرنامج الوطني للرياضه المدرسيه اللي استضافته وزاره التربيه الوطنيه بالتعاون مع الجامعه الملكيه المغربيه للرياضه المدرسيه، وكيهدف بطولات خاصه بالتلاميذ الغير منتمين للانديه وبطولات خاصه بمسالك رياضه ودراسه. وهذه البطولات الجيمنازيات في واحد مجموعه ديال الرياضات بما فيها البيتونك، الشطرنج، كرة السلة 3-3، تير لارك، بين بون، ومجموعة ديال الرياضات أخرى، وهي اللي تيجمع دوك التلاميذ كاع المتميزين على المستوى الجهوي اللي تيجاو التبارك بالنسبة للوطني. الحقيقة راه غادي تكون نتائج أولا بالنسبة للتلاميذ غير منتمين للأندية لاكتشاف المواهب والمتميزين فيهم لتوجيههم سواء رياضة ودراسة أو لا النوادي في تنسيق مع الجامعات الملكية المغربية للرياضات، لأن كرسلوهم على أساس أنهم يحضروا هذه المنافسات. وبالنسبة للرياضة ودراسة فهي ما تتم ما بين جميع المؤسسات اللي كتحتضن هذه المسالك الرياضة ودراسة. أولا نعود للارتقاء بالمستوى ديالهم يعيشوا بطولات كبيرة، يعني بطولات من ما هو جهوي إلى ما هو وطني اللي تيعطيونا الفئة اللي غادي تكون تمثل الوطن على المستوى الدولي. شكرا.